هو ايه اللي بيحصل في الواتساب؟ السلام عليكم، انا ايمان محمد. جمعت لك في الفيديو ده كل التحديثات اللي حصلت مؤخرا في الواتساب، واللي مطلوب منك انك في التعليقات تقول التحديث ده وصلني والتحديث ده لسه ما وصلنيش. وطبعا انت لو عاوز تعرف كل الجديد اول باول، انت عارف هتعرف الكلام ده ازاي؟ من خلال انك تتابعني عشان يوصلك كل الجديد. اول تحديث وهو تحديث القنوات، واللي وصل بالفعل لمعظم المستخدمين. دلوقتي هتقدر تعمل انشاء لقنوات على الواتساب او حتى تنضم القنوات على الواتساب. وجدير بالذكر ان انا ليا قناة على الواتساب لازم تتابعها، هتلاقي اللينك موجود تحت صورتي في البروفايل. تحديث انك تقفل المحادثة ببصمتك او بالرقم السري، مش بس محادثة معينة ولكن تقدر تقفل الواتساب كله ببصمتك اصلا. ميزة انك تضيف حالة بصوتك، يعني بدل ما كنت بتضيفها الاول كنص او صورة او فيديو، دلوقتي بتقدر تضيف حالة بصوتك. بالاضافة لميزة ارسال الفيديوهات السريعة واللي بقت دلوقتي متاحة لمعظم الناس، يعني تقدر تبعت بدل الفويس نوت رسالة فيديو سريعة، تقدر تبعتها لاصحابك جوه دايرة كده، فيديو سريع تصوره من خلال الواتساب. تغيير شكل واجهة الواتساب كلها، يعني البار العلوي بقى تحته، كمان اختلاف شكل زرار ارسال رسالة جديدة. بالاضافة انك لو سحبت الواجهة الرئيسية يمين او شمال هتقدر تتنقل ما بين الشات او الحالات او المجموعات. الايموجي اللي شكله اختلف تماما، مش الايموجي نفسه ولكن مكانه جوه التطبيق نفسه بقى منظم وشكله اشيك بكتير. ميزة تعديل الرسائل، واللي هي ميزة مهمة جدا، انك بعد ما تبعت الرسالة لو انت شفت فيها غلطة او حاجة غلط انت قلتها، تقدر تضغط عليها ضغطة طويلة وتختار تعديل وتعدل الرسالة القديمة برسالة جديدة. الفكرة ان الميزة دي محتاجة شوية تطوير عشان امان الناس. هيظهر ان الرسالة متعدلة بس مش هيظهر هو كان قايل ايه قبل ما يعدلها. مفروض يكون في سجل تاريخ للتعديلات ما قبل وبعد عشان الناس اللي حقها بيضيع. بالاضافة ان الميزة دي هتكون متوفرة لمدة 15 دقيقة بس من ارسالك الرسالة، يعني لو تشات قديم انت مش هتقدر تغير حاجة في الكلام اللي انت قلته. فتح الواتساب من 4 أجهزة وفي نفس الوقت، ميزة جامدة جدا وكانت الناس مستنياها من فترة طويلة جدا. وطبعا انا عملت فيديو بشرح فيه تفعيل الحكاية دي، تقدر تبص عليه في البروفايل بتاعي. ميزة نقل الدردشات من جهازك القديم لجهازك الجديد بمنتهى السهولة، واللي الناس متخيلة ان هي بمجرد ما تفتح حساب جديد على موبايلك التاني الحساب القديم هيتقفل. ولكن مهم جدا انك قبل ما تعمل فتح في موبايلك الجديد لحسابك، انك تكون مختار من موبايلك القديم نقل الدردشات وتكون موافق عليها عشان يسمح لك انك تفتح على موبايلك الجديد. وبصراحة الميزة دي ريحت دماغ ناس كتير جدا من صداع الوصلات والبرامج الخارجية، وتحديدا مستخدمين ابل او الايفون، لان هم كانوا بيستخدموا برامج خارجية عشان ينقلوا الشات من موبايل لموبايل تاني. ميزة الكوميونتي او المجتمعات اللي بتقدر فيها لو انت عندك اكتر من مجموعة او جروب انك تربط ما بينهم في مكان واحد، وبدل ما تنشر على كل واحد فيهم تقدر تنشر على مكان واحد، والبوست او الحاجة اللي انت نشرتها تكون في الجروبات كلها بتاعتك مرة واحدة. وطبعا للناس اللي مش سالكة، اللي كانوا بيقروا الحالة بتاعتنا او الحالة اللي انت كنت بتحطها من بره كده، من الدايرة من بره بدون ما يفتحوا الحالة نفسها، التحديث الجديد عمل لهم أزمة. تحديث المستجدات اللي بقت دلوقتي بس بتظهر على الحالة دايرة أو خط أخضر حوالين صورة الشخص، بس ما بيظهر لكش هو حاط جوه حالة ايه. حكاية انك بقيت تقدر تعمل لينك للمكالمات اللي موجودة، يعني بمنتهى السهولة تقدر تعمل لينك، كل اللي يضغط على اللينك ده يقدر يدخل معاكو في المكالمة. ميزة جامدة جدا. وكمان شفنا لما واتساب بدأ يعمل نفسه تليجرام وعمل محادثة رسمية لنفسه على تطبيق واتساب بيبعت منها آخر التحديثات والإصدارات وكل الأخبار الجديدة. وطبعا شفنا إزاي بتقدر تعمل محادثة أو تشات مع نفسك، وإزاي كمان بتقدر تبعت رسالة لأي رقم حتى لو مش متسجل عندك في جهات الاتصال. والأجمد كمان لما شفنا ميزة الواتساب الجامدة، واللي هي إنك بتقدر تتحكم في جودة الفيديو والصورة قبل ما تبعتها، سواء كانت HD أو أقل من كده، عشان توفر في الباقة بتاعتك أو تبعت الصور بجودة عالية لأصحابك. والأهم من كده ميزة المندوبين أو المكالمات المجهولة الرخمة اللي بتوصلك دايما على الواتساب، واللي بقيت دلوقتي بتقدر تعمل صامت لكل المجهولين من خلال انك تدخل على الإعدادات والخصوصية، وهتنزل تحت تلاقي المكالمات المجهولة. لو فعلت الاختيار ده فهيعمل كل المكالمات اللي من أرقام انت ما تعرفهاش صامت، بحيث ان محدش هيقدر يقرفك تاني ولا يقولك تعالى شغلك اليوم ب 3000 جنيه. دول حوالي 16 تحديث كده حصلوا الفترة اللي فاتت، بس خد بالك لسه في تحديثات جامدة جدا هتوصل الفترة اللي جاية. وطبعا لو عاوز يوصلك كل التحديثات الجديدة اول باول، اعمل لايك للفيديو وتابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول.